جابر بيلعب له كرة عرضية. الله. بص يا صاحبي، مش حفلنا وهزرنا وندنام على دماغهم خلاص بقى. عارف ان الكلام بتاع ان الكونفدراليه ضعيفه ده مزعلك. هم قالوا ان الكونفدراليه بطوله وضيعه، هم بقى يروحوا يشوفوا الوضاعه. وعاوز اوجه رساله جماهير الاهلي. اخر مره الاهلي حصل على الكونفدراليه كانت في 2014، يعني من 12 سنه. وعاوز اوجه رساله هنا للاهلي، الكونفدراليه اهلي، حافظ عليها، امانه في رقبتك. تعالى بقى، وانا خلصنا السيزون وخلصنا الموسم بفوز الزمالك بالدوري على حساب نادي المليارات، اقول لك الاخبار اللي انت شايفها على السوشيال ميديا. عارف ان اخبار متوهاك، لكن تعالى اخوك حبيبك الانس يقول لك كل اللي انت عاوزه. لكن هستاذنك يا عم اعمل لايك، والله اللايك مش بفلوس، اللايك مش بفلوس. تابعني كده وخلي الدنيا تمشي. بص يا سيدي، عارف ان انت سمعت اخبار وانا اقول لك وجاي لك التفاصيل بتاعتها خالص. رسميا رحيل معتمد جمال عن نادي الزمالك، ده الخبر اللي انت سمعته. طب ايه الخبر يا انس؟ اقول لك بص يا صاحبي، الزمالك بعد رحيل احمد عبد الرؤوف مضى عقد مع معتمد جمال. معتمد جمال طبعا بعد الموسم الاستثنائي طبيعي يجي له عروض، يعني طبيعي يجي له عروض. لكن انا اعرف بس واحد كان جايب مدير فني محترم اسمه كولر، خد معاه الاخضر واليابس، في الاخر مشاه، ما قالوش ولا عرض خلال السنتين ثلاثه اللي قعدهم مع النادي الاهلي، ولا حد قال له سلام عليكم. لكن تيجي على الفقير الى الله اللي بياخد بطوله بالعافيه بسبب المستحقات وبسبب المشاكل وبسبب الحوارات دي كلها، في الاخر ياخد دوري على حسابك انت. معلش والله العظيم الموضوع مضحك خالص. لكن بص يا صديقي، تعالوا لكن الموضوع كله ماشي ازاي. معتمد جمال زي ما قلت لك مضى مع الزمالك لنهايه الموسم، هو عقد لنهايه الموسم يتقاضى فيه في الشهر 750,000 دولار، ما تجددش لحد لحظاته. طب معتمد جمال عنده عقود، عقود من الدوري الليبي وعقود من الدوري العراقي. طب بصراحه يا انس، الزمالك عاوز معتمد جمال يكمل في القياده الفنيه لنادي الزمالك ولا عاوزه يمشي؟ بص بمنتهى الامان، اعضاء مجلس الاداره عاوزين معتمد جمال يكمل كمدير فني لنادي الزمالك. طب القصه كلها فين؟ القصه كلها عند جون ادوارد، لان جون ادوارد هو المدير الرياضي المسؤول عن الفريق بكل حاجه، بالفريق، بالمدير الفني، بالايرادات، بالواردات، بكل حاجه، بسلطات بقى غنوجك، هو ماسك كل حاجه. طب هل جون ادوارد عاوز معتمد جمال يكمل؟ ما عنديش المعلومه. لكن انت بقى عاوزك تقول لي رايك في الكومنتات بما يرضي الله، هل انت مع استمرار معتمد جمال في الاداره الفنيه لنادي الزمالك كمدير فني ولا اتكل على الله؟ طب قول لي رايك انت، اقول لك رايي. بص يا صديقي بمنتهى الامان، رايي انا معتمد جمال عاوز خطوه جريئه من جون ادوارد عشان يمضيه كمان موسم. طب انت رايك هل يكمل ولا يستمر؟ رايي انا لازم مدير فني اجنبي، ويكون الاستاذ معتمد جمال او كابتن معتمد جمال موجود كمساعد للمدرب، لان الاهلي خد براءه اختراع في الحته دي مع مانويل جوزيه لما مسك حسام البدري ومحمد يوسف مساعدين، طلعهم بعديه جيل قدر ياخد دوري ابطال افريقيا، مره مع حسام البدري ومره مع محمد يوسف. فبالنسبه لي وجود معتمد جمال حتى في الموسم الجاي مهم جدا جدا، لان الراجل ده هيكون حلقه الوصل ما بين اللعيبه وما بين المدرب، ده اللي هيدي كل التقارير للمدير الفني الجديد عن امكانيات اللعيبه، عن المستوى الفني، عن المستوى البدني، عن حالتهم النفسيه. فوجود معتمد جمال شيء مهم داخل جدران نادي الزمالك. طب تقول لي ايه رايك يكمل؟ اقول لك انا ما عنديش خلاف انه يكمل، بس بالاضافه لحاجتين اتنين، ان الراجل ده تديله كل المقومات تخليه ينجح، بالاضافه لكل الصفقات المهمه. الزمالك محتاج ما لا يقل عن 5-6 صفقات سوبر، وتسويق بعض اللعيبه. احنا جايين حلقات كتير جدا نتكلم فيها عن ازاي يكون شكل ازاي في الفتره الجايه. فبطلب منك الدعم باللايك والاشتراك. ففي النهايه عاوزك انت تكتب لي رايك، هل انت مع استمرار معتمد جمال ولا مع رحيله؟ انا بقول لك رايي، وان شاء الله يكون معتمد جمال ويوافق ويكون ده اللي اتمناه مع مدير فني جديد، وراجل يمسك ويتعلم اكتر وفي احتكاك اكتر، لان الزمالك هيخش على معمعة بالدوري بدوري ابطال افريقيا وممكن يخش في بطولات كبيره، فلازم مدير فني عنده احتكاك قوي ويتمنى اكتر من سي في اقول لك قدام. لكن برضه هستنى رايك في الكومنتات. بص يا سيدي، قبل اكلمك على الاخبار اللي عندي الثانيه، تعالى نتكلم في موضوع بس بسيط كده اخدك فيه 5 دقايق، اللي هو ايه يا انز؟ اللي هو منتخب مصر بعد انتهاء بطوله الدوري اللي خدوا الزمالك على حساب النادي المليارات زي بيراميدز والاهلي. معلش سامحنا، اصل انا راجل يا عم شمتان، معلش. ويعجبني الزمالك الحي عندما يدور في بدايه الموسم والتعفيل علينا لنهايه الموسم فين يوجعك، ما علينا. فالاستاذ المحترم الكابتن الاستاذ الخلوق حسام حسن اختار قائمه منتخب مصر استعداد لكاس العالم. هي مش قائمه نهائيه لكن قائمه اوليه بنسبه 99%، ده اللي هيحصل فيها الا لو تقدر الله حصل اصابه او تغير اسم او اسمين بالكتير. حلو. الكابتن حسام حسن
القرار ده فيها مفاجآت كبيره جدا. عدم استدعاء محمد شحاته لغز كبير جدا. عدم استعداد مين يا رب؟ محمد شحاته ومحمد اسماعيل. كمين تاني يا ربي؟ كنت والله فاكرهم. محمد اسماعيل، حسام عبد بتاع محمد شحاته، مصطفى محمد، حسين الشحات. دي لعيبه ما راحتش ليه؟ افهم بس ليه؟ طب القايمه دي هل هو اختارها بمزاجه ولا غصب عنه؟ اكيد بمزاجه واكيد بمحض ارادته، ومحدش فرض عليك حاجه عشان لما يحصل اخفاق ما تجيش واحد زي او زي صناع الميديا يطلعوا يتكلمهم تبقى زعلان ومحروم من جواك. لا، انت اخترت الاسماء دي. في لعيبه كانت المفروض تروح، وفي لعيبه راحت على حساب ناس ما ينفعش تكون موجوده. يعني هل الاهلي وجماهيره هذا منك كواحد اهلاوي لو بتتفرج على بما يرضي الله، هل انت موافق على انضمام زيزو على حساب حسين شحات؟ انت موافق على كده؟ طب انت موافق على وجود الشناوي اللي طول الموسم مغرقك؟ طب هل انت موافق على لعيبه زي اقصى عبد الله؟ ده اقصى ده قصته كبيره جدا. طب عايز كابتن حسام سؤال مهم ولكل اهلاوي سؤال مهم. لما انت النهارده انا ازيك بطل الدوري واخد من عندي 3 لعيبه بالكتير، هم 3 لعيبه، وبيراميدز واخد منها كام؟ لاعبين اعتقد، ومن الاهلي 8. طب انت عارف وانا عارف واخد لعيبه الاهلي ليه؟ لان اي لاعب بيخش في معسكر كاس العالم بياخد على كل يوم هو موجود في منتخبه مبلغ من المال. هبقى اجيبه لك الفيديو الجاي وهجيبه لك بالتفاصيل. فانت النهارده عاوز توجه لي رساله تقول لي يا كباتن انا بساعد الاهلي عشان يسد عقد طرب؟ ما افهمهاش الا كده، ما افهمهاش الا كده. لان في لعيبه النهارده كانت بتقدم موسم زباله، زيزو، امام، الشناوي. يا راجل انت واخد حارس الاهلي والبديل بتاعه باي منطق؟ ده جماهير الاهلي طول الموسم عمال تسيب محمد الشناوي. ده غلطات مستر في الفتره الاخيره حدث ولا حرج. والله الاحق بحراسه المرمى منتخب مصر محمد علاء حارس الجونه بما يرضي الله. يا نهار قصه يا جدعان، لما بيخترعوا كوره جديده بيخترعوا جيل جديد. في النهايه ارجع اقول لنفسي وانت زعلان ليه؟ انت حاجه دمك ليه؟ هو اللي هيتحاسب على اختياراته، هو اللي هيجي يتكلم ننتقده لما يفشل، هو برضه هنسقف له لو نجح. لكن في ناس العدل يا كابتن. اقطاع عبد الله رايح المنتخب بمناسبه ايه؟ افهم بس. اقطاع عبد الله ده جايب 4 اجوان في الدوري. ده في يا راجل انت ما خدتش هداف الدوري احمد ياسر غير الاهلاوي. باي منطق هتقول لي اصل هو خدهم على حسب طريقه اللعب؟ ماشي، خدتهم على حسب طريقه اللعب. انا هلومك بقى ان طريقه لعبك غلط لو خسرت. هلومك بقى وحقي ان الومك. انا راجل مشجع واطلع الومك، لا صانع محتوى ولا افلام ولا الكلام الاهبل ده كله. انا راجل مشجع هطلع الومك بقى اقول لك يا عم انت غلطت، انت خليتنا ناخد على دماغنا. ما انا راجل مصري وده منتخب مصر في الحق النقد والبناء، وانا هبنيك وهطبلك لو نجحت، هزغت لك لو نجحت، هسقف لك. فعشان كده ما تقولش للناس، لان في بعض اللعيبه كانوا تستحق انها تروح. مصطفى محمد، حسين الشحات بالنسبه لي، محمد اسماعيل لازم يروح، الناس لازم تروح. محمد الشحات بالله عليك مع نفسك. واجي اقول لنفسي انت على نفسك ليه؟ هم 3 ماتشات واجعين براحتكم خالص. العدل يا كابتن، العدل ده اللي هيخليك تكمل في منتخب مصر. لكن انت رايح عشان تبقى دي مواد انك تمسك الاهلي، الله اعلم ورسوله. لكن دي اللي باينه لنا، ما كان دعوه بكل الكلام ده. وتعالى نتكلم ان في واحد في بدايه الموسم طلع لك ايه؟ شياط. في شياط يا جماعه. النهارده كابتن شوبير ريحه الشياط جت لي وانا قاعد، يا كابتن خف شويه انا مخنوق من ريحه الشياط. ريحه الشياط كبست علينا. كابتن شوبير زعلان بيقول لك ان الاهلي بيجهز ملف. خير الله ما خير. ايه يا جماعه في ايه؟ قال لك اصل الاهلي بيجهز ملف عشان خاطر الزمالك هياخد رخصه افريقيه ومن غير ما يزيد مليوناته و يا كابتن انصحك نصيحه، الملف اللي انتوا بتجهزوه ده لفه وحطه في الدرج لان ملوش لازمه. وانا راجل دايما ماشي بمبدا من قال لا اعلم فقد افتى. انا ما عنديش المعلومه، لكن المعلومه اللي عندي ان في بنوك بتسمح باستثناءات لان الفرق ديت. هبقى اجيب لك الفيديو بالظبط لكن او المعلومه بالظبط. في كلام بيتقال طالما الفريق ده مطلع رخصه مشاركه محليه كمشاركه في الدولي يسمح له المشاركه الافريقيه. ماليش دعوه. لكن يا كابتن صياحك واصل لحد هنا. خف صياح يا كابتن حرام عليك، صحتك. طالما انت خايف كده وزعلان من الزمالك ما تروحش في مشكلتك. طرب ومشكله طرب النهارده الاهلي بيبوس الايادي. انا بقول لك الاهلي كده 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 هيفسخ عقده مع طرب.
لو وصل للحيطه سد. الاهلي دلوقتي بيحاول يبوس الايادي عشان يفسخ عقد طرب بالتراضي. اخر كلام كانوا بيقولوا خد عقد شهر يونيو، خد الراتب بتاعه وثلاث شهور عقد شرط جزاء، والوكاله تاخد 250,000 دولار، لكن الوكاله قالت لهم لا انا عاوز 600، قال لهم اخر 500، نص مليون دولار 25 مليون جنيه وسطها وكاله. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا جدعان. فتوب عمل ابن اللئيمه ابن الصيع، عمل فكره حلوه جدا. قال لك ايه؟ بعت على الايميل للاهلي قال له يا جماعه هتبعتوا لي امتى تذاكر العوده؟ حدوا لي موعد تذاكر العوده، بالاضافه ان نحدد 5 مراكز عشان خاطر يتم تدعيمهم مع الهيلمان. نادي المليارات عاوز كمان 5 لعيبه عشان يقف على رجليه. الله يطول في عمرك يا طرب، الله يرجعك يا جدع منصور، ترجع لنا سالم غانم كده وتدير الاهلي وتنور التتش تاني. وايه كمان يا جماعه؟ قال لك انا عاوز قائمه بالراحلين، عاوز اشوف، بالاضافه كمان ردوا عليا عشان اجهز نفسي. ده راجل بولت قوي يا جماعه والله العظيم 30. عملتوا ايه في نيتكم؟ ظلمتوا مين؟ ده ربنا يا جدعان والله اسمه العدل، مش ملاحقينها. طب خد بقى الجديده. سمعت اخر نكته؟ في بدايه الموسم كان في بعض الكباتن المحترمين بيتريقوا على شيكو بنزا والفينا وعدي الدبابه. لا شيكو بنزا عادي اتريق عليه ما يهمش بسبب مستواهم في بدايه الموسم. النهارده مين ابطال الدوري؟ هم دول. لكن الاستاذ المحترم الكابتن العظيم سيد عبد الحفيظ اللي جاب لنا كام ويتش الاهلي في 140 دقيقه دفع ما يقارب النص مليون دولار للاعب. سقف الاداره. تعلموا الاهلي يا جماعه يا ابني. قلت لك مفيش حد في مصر عنده فهم في الاداره، قليلين الا قليل الا من رحم ربي. انت ما تدوشنا طول الموسم الاداره والاداره وتعلموا وي 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 هتغنوها راب بعد كده. في النهايه ماذا بعد؟ اللي وصلك النقطه دي هو ذكائك الاداري، مش عايز اقول غير كده. في النهايه البس عشان خارجين. حلو اشوفكم بعيد عننا، وان شاء الله اللي في دماغك ده يحصل عشان تبقى حفله للجميع. في النهايه انا وصلت معاك لنهايه الفيديو. لو عجبك كلامي واول مره تشوفني استاذنك من فضلك بعد اذنك تعمل لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما عجبكش كلامي ممكن ترد عليا في الكومنتات رايك انت فوق دماغي ويحترم، وباذن الله ارد عليك في الكومنتات واشوف حلقه جديده. والسلام.